قصة قصيرة بعنوان وصية. السكون يخيم على المنزل، والصوت الوحيد الذي يتسلل من الحجرة كان منبعه الأم، تتألم من شدة المرض، لا يقطع أنينها إلا بكاء بناتها الخمس اللائي يحطن بالفراش. وقد تبعثرت أجسادهن بعضها فوق الفراش وبعضها حوله، اختلفوا في المكانة واتفقوا في الحالة، فالحزن يمتلكهن والنحيب يكتنفهن. ووسط معمعة الحزن تلك وقف الابن مكبلا بالعجز، فالرجل رحل مذ عام تاركا حملا ثقيلا، وما زالت الأم تتألم وتتأوه من شدة الألم القاتل، وقد علمت أن لا مفر، فنظرت إلى ابنها نظرة ثاقبة اجتذبته من قاع التراخي والإهمال إلى قمة الهمة والاهتمام، فبادرها بدمعة متحجرة وإيماءة ذاهثة، وحل شبح الصمت وسكن الجسد.